طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مختصر الموقف العملياتي ليوم الخميس 11 أبريل 2024. الناس اللي بيعملوا الصفحة لايك ثم شير. ركز على الشير عشان الفيديو يوصل للغير. عارفين انه الصفحة مقيدة من الظهور يعني، فشيرك بيجيب غيرك. شير وتعال اسمع باقي تفاصيل الفيديو. الدار يحضر لايف كامل ينزل تحت، داك فيه تفاصيل كثيرة. القاعد يحضره ينزل تحت، أما اللي ما بيقدر دي الزبدة بتاعت الموقف العملياتي. نفسك المحور بتاع الجزيرة الجيوش مبلولين مدلوقين دق العيش. الجيش مركز على تدمير المدافع بتاعتهم. الليلة عندهم أربعة مدفع تم تدميرها. 23 دي ما حاجة سهلة يا اخوانا. في ناس بيسمع أربعة تقول يمكن الأربعة دي شنو يعني، يقول لك بسيطة. لا ما بسيطة. تعرف الناس العربات بيجوا يلبدوها، بيجوا يخشوا داخل البيوت، بيجوا يتلبدوا مع المواطنين. ما دي سياستهم. انت قالوا ناس دواس، انت قالوا قاعدين في النكعة عشان الجيش يدمر فيهم ويقتل فيهم. لا ده الجيش شغال بحذر. الجيش برضه بيتفادى مسألة وقوع خسائر في وسط المواطنين، بيتفاداها. لكن العمليات شغالة، والزحف الأرضي شغال، والتمشيط شغال، والمسيرات الحمد لله رب العالمين شغالة، والتدمير شغال. وحتى يا اخوانا نازل المستنفرين والله بلهم بلجين. هسه الامداد شحنة بتاعت الامداد دي الفضل ارجع للمستنفرين. والله قالوا عامل محورة عين، بالاضافة برضه للدفار النصه ذخاير ونصه لساتك ده برضه قالوا عن مستنفرين. الجيش برضه دمر لهم امداد شاحنة كاملة بتاعت ذخاير، طلع لهم برا الخدمة بلا. وتاني حاجة اتصلهم كده ما في. ودي أكتر حاجة موجعة ومؤلمة للجنجويد. العمليات مدورة، التقدم مدور، الاستلام مدور، التمشيط مدور، قيادات ثقات بنسق فيهم كل. والله ما في أي كلام، ناس خبرات. الواحد على الأقل عنده كم نموذج بتاع عمليات، عارفين هم عاملين شنو، عارفين شغلهم، وبيوظفوا القوات دي وما دارين يعني يعرضوها لمسألة الكماين وكده. الجنجويد ما عادي ممكن ينصبوا لك كمين، ودي طبعا ما الا الجنجويد برام اي قوه يعني. انت جاي ماشي متحرك، ده بتكون هدف ظاهر. المرتكز ده بقول لك دايما متحرك في ذمه المرتكز يعني. المرتكز بيكبد الخسائر، انت جاي متحرك ده. لكن الناس دي شغالين معاهم بفهم، وشغالين معاهم بتكتيك، والحمد لله جاب منهم جغل تقيل في كل المحاور دي. وكل المحاور دي شغاله، وبال الناس زي بل ما بعده بل. جيش قاعد وين؟ عمل شنو دي؟ ما بنقول لك، لكن الجغم حاصل. جغم والله حاصل بالعشرات، بالعشرات. ما بنبالغ نقول لك بالالاف، لا بالعشرات. جيش في اليوم ده حيد اكثر من 8 عربيه. دي الواثق منا والضامنه والثقه دي تم تحييدها. المسيرات شغاله والجغم شغال. صبر بس ان شاء الله بتستلم تسليم مفتاح. ما ودي نجود ديل اللي يطيروا يا جماعه السماء. حيمشي وين؟ يقدروا يقاتلوا الجيش ده كده والله ما بقدروا. ما عندهم القوة الكافية ولا بقدروا. السنة شغالين يشكوا في الناس، يقلعوا منهم على كذا. الناس البوص الناس، وهم سبحان الله قاعدين شغالين استثمار. شغالين استثمار. يوصلوا للناس النت يقول لك الدقيقة ب 3000 وب 4000، وكان تليفونك ذاته عجبهم يقلعوه منك. هسي قال استخباراتهم قالت لا في ناس بتواصل مع الناس انهم يجوا يقلعوا منهم على كذا. دي شغلها منهم حمر العين كذا، بس يقول لك لا خليها. عارف كده الهروب دي الحاجة اللي بيعانوا منها، هروب زي الهروب. فالناس تظبط بس يا اخواننا. اما الطيران والله شغال فيه شغل غير مسبوق، شغل باستمرار بل زي البل. الجيش احيانا بنمشي منطقة وبرجع منها، مش خوف ولا لا دار يستنزفهم. ما هو كده ده ما تكتيك. انا اطمعك تجي مالك تحاول تمشط اجرمك بالمدفعية، ادوقك بالمسيرات. كده ده تكتيك يا اخوان. بيعتمدوا الجيش. الناس تصبر، ما تتساءل كثير. الجزيرة دي بتين وطولت ما طولت. نحن نحمد الله انه السيطرة اساسا ادى التعليمات بالتحرك بغض النظر عن اللي حصل اول. ما نحن اكثر ناس دقينا جلس هنا.
ليه ما في تحرك؟ ليه هسه مش في تحرك؟ نصبر بس ان شاء الله حق ناس الجزيره بيجي يعني. اي مواطن ظلم في الجزيره ان شاء الله حقه برجع باذن الله تشوفوا فيه. وهسه الان والله العظيم بموتوا موت الضان جالكم جثثهم، والله العظيم ما لي الشوارع ما لاقين زول يدفنها، سوء خاتمه. في الايام المباركه دي تلقى الواحد منفوخ واقع، لعنه الله عليه. زي ام درمان برضه الشغل فيها كويس جدا جدا، والجيش شغال. وده رجع ام درمان يا اخواننا، بالذات ام درمان القديمه دي، يرجع ما يكرر السؤال. شباب بالذات ارجع ما تكرر السؤال. جيش بالي حرب ام درمان، دفار جبال الناس شافوه، دفار ليل حلق مليان جنجة، انجغم يغم بالقشم، قشم متقدم. حرب ام درمان دي يتربع تمام ويحسموا بعد كده داري جنجة وصالح الله اكبر عليهم. وهسه في هروب، بعد اليوم 35 عربية، امس 7 عربات. انا ما اعرف الصيد ما يدقون ليش 7 عربات دي مرقت، وكل ما رقم من صالحة دي بس. يعني ام درمان ده جاي عندك جاي عندك. غير كده الاتيان بتاعت الصيانة شغالة، والناس امورها تمام يا اخواننا. الناس امورها تمام، ده يرجع ده يرجع بس ما يكتر كلامه، بالذات الشباب ارجع طوال يا زول. لا تقعد تكتر كلامك. مدفعية داق لك صح شمال بحري، مدفعية الاستراتيجية دي بالله. عندك الإشارة الجنجويد بردوا منه. الهجة بتاعتهم في بداية الأحداث دي كويس، بتاع بداية الهجوم على الإشارة وما عارف شنو، فيديوهات اللي كلها طلعت فشنك وما عمل أي حاجة. لحد الآن ما قادرين نعمل أي حاجة. يقول لك نحن بنفتح الطريق، وهو الطريق أساسا ما في زول مسكرين لكم، ولا ما في زول قافل لكم الطريق ده بجرس ولا حاجة. لا الطريق ده مقفول بوجههم، تقدر تعال حتى قياداتكم انجموا بغادي هناك. غير الهروب يا اخواننا، الجماعه اللي معانا منهم الجنجه وهروب القيادات، كميه من قياداتهم اللي كان لهم تاثير ميدانيا بلغوا دارفور يا زلمه. حكامات بغنوا فيهم زي ده ما شغالين بهم، ما غير من ينجغل. ذو السنه كامله قاعد ما قدر يعمل حاجه. اسس سلاح الاشاره ده كان الناس شابكين على الاقل شوف سلاح الاشاره. والله العظيم الجيش استخدم مع الجنجة ديل، بس شفت سلاح الاشاره ده بس الدفاعات المتقدمه هي اللي قرضتهم. كل الخششنجية جابهم لك من شرق النيل، الجماعة اللي نقطتهم لك كان نايمين ضاربين التكييف جاي، والله كلهم جو انجرموا. والله العظيم موت زي الموت. بس الدفاعات المتقدمة بس، بل زي البل، بالإضافة لملوك الكمائن ما في كلام، اشتغلوا شغل زي الشغل وبردوا منه. هسه شغالين في مدفعية وديك الإشارة داير يجي لي أصلا كلام كثير ما. طيب جنب الخطب لا شيء يذكر غير القصف المدفعي المتقطع. كذلك عندك حول القيادة ما في حاجة تذكر. عندك شرق النيل يا هو قصف مدفعي. الملاحظة الأيام دي غياب الطيران يا إخواننا من شرق النيل، دي حاجة ملاحظة ولاحظناها يعني، وما في ما عارف السبب شنو يعني، هل هو التركيز مع موضوع الجزيرة، لكن ما عنده علاقة يعني. لكن ملاحظ إنه في غياب وكده يعني. الطيران الأيام دي شغال في حتات معينة، شغال في حتات معينة وفي محاور معينة. لكن المدفعية دي ما انقطعت يوم، شغالة في كل المحاور. دق دق زي الدق. ننتقل ل اسمه شنو؟ بابا نوسة. بابا نوسة الصمود، بابا نوسة المدرسة، بابا نوسة الثبات، بابا نوسة الدنيا عرفوا فيها والله كتاب اقسم بالله العظيم لما قالوا ما دايرين. برشم ملك الجيل ملك السيجا. شاركنا لك اول يوم في العيد تكون في مفاجأة، هسه مفاجأتك يا زلمة. هذيك بابا نوسة قاعدة والناس قاعدين فيها. من يومك الصورة ذاك صحيح كان لحد الآن ما جيت. جماعة جبال قالوا الاشتباك ده مش اشتباك، تسخين يا اخواننا. معروف اي موقع انت تكون قاعد فيه بالذات في المنطقة بتاع العمليات مع الصباح بتجرب اسلحتك وبتسخنها. وممكن تصحي العدو ذاته بصوت الاسلحة بتاعتك وتجرب الاسلحة دي، حاجة اسمها تسخينة يعني، شراب شاي اسمها. لكن ما في اي حاجة، ما في اي حاجة بتذكر، وابطال بقى ونص صامدين والامور تمام. اما بقية الولايات لا شيء يذكر. بالنسبة للموقف العملياتي الناس تطمن كالعادة. اخوانا سيطرة القيادة مش شغال والجيش شغال. والله جنجة ديل ما عارفين الاموال من وين. حسب يا غادة راس الحركات وده شيء متوقع. راس الحركات بتاع المشتركة كان شابكين
الشغله دي حياد وده جيش وتعمل سريع. ونحن عندنا هسه بدوا يدخلوا في اللعب عدا حركه الجنجويتي حجر، والجنجويتي ده اسمه الفرنجاي الهادي ادريس والفرنجاي عبد الواحد ديل. لكن بقيت الحركات قال لك صبرنا او سبقنا كثيرا على استفزازات الدعم السريع وسوف نقاتلهم. ما لازم تقاتلوا انت، دي ما فرصتك، دي فرصه ازاي انت لا يعني انت داير تلقى فرصه انسب من كده. وانت قال الجنجة ده لو لا قدر الله يعني مثلا ان كان انتهى من الجيش ده كله، انت قال حيرحمك عشان انت حركات مسلحه، ما انت برضه حتتبلى وحتكون يا اخي انت الشغله دي هدايه هناك. ده تفكير كمان بتاع الجنجة ده مش هم جابهم ذات واشتغلوا الشغل اللي كان بيخالف الجيش. الجيش ده مش كان بيخالف ويقول انا ما بقتل ما بسوي هناك في ضباط بجيبهم. عشان كده لقوا انه يجيبوا احمد كده ويجيب المراقد بتاعنا ديل عشان يقتلوا ويغتصبوا ويهجروا ده ما الحاصل يعني. فانت دي مهمه لانك تجرب جنجويتي المهدد وقت الدوله السودانيه الان الجنجويتي قابل بس ده المطلوب منك. عندك موضوع ده لا بعدين، عندك حقوق دي محفوظه، لكن الان الجغل في الجنجة يا اخواننا. البل بيستاهلوا الجنجة الان استفزازات وقلة ادب. الجنجة ده حتى الناس اللي كانوا بيطبلوا لهم في مناطق معانا منه. الايام دي عندك النصار وعندك الجماعه دي شغالين شكاوي وبكى شديد. والله العظيم العمد واللي هنا الناس ما تسيطرهم شغالين شكاوي وعملوا لنا وسرقوا ونهبوا واغتصبوا. ما انتوا اللي جبتوهم، انتوا اللي قلتوا ما دايرين جيش وما دايرين ابوله ودايرين ناس ناها اشربوا بعد كده. الجنجويد ده الجنجويد ده اينما حلوا حل الخراب يا زول. دي طبيعتهم ودي حاجه جاريه في دمهم، دي حاجه جاريه في دمهم يا زول. انت داير يخلوها عشان خاطر عيونك يعني انت تتبلى بس. انت اللي قلت لهم تعالوا طبلت لهم. طيب آه يا اخواننا، وفي الجنجويد ذاك رديت عليه طبعا في اللايف نكره على اسمه محمد خليفه. والله انا الزول ده لولا جبال يعني جعل اغلي في الصفحه وهو جبان حذرني من او قيدني من الرد ورد في صفحتي. انا عملت بوست وقلت يا اخي والله في اصحاب تقارير مضلله وحذفوا بوستاتهم بعد ما تردموا طوالي راس الصوت هبش وجا شبكني لك ما عارف شنو انا وبصلح غلطاتي وبعتذر. انت اساسا شفقان وبتنشر مالك. انت قاعد تنشر كلام الجنجويد اللي بدوك له وبيقول لك قولوا، قاعد تنشره. انت دول قاعد في غني هناك علاقتك شنو بالموقف العمليات عملنا فيهم راس الحربي. انت دول جنجويد. بعدين هو القحاطي طبيعي جدا. الزول هو ما زول قحاطي اكيد ضد الجيش والمتفاعلين معاه كلهم قحاطه. شوف بروفايلاتهم وشوف طلاسهم وشوف بيشيروا للجنجويد. يعني انت متوقع منهم شنو؟ قحاطي ما دي ماليشيته. هو اللي قال لا دور هو اللي وجهها او هم اللي قالوا يا الاطاري يا الحرب. وهم اللي فهموا احمد الوهمي قال له يا اخي انت بتستلم وممكن تحل محل الجيش وكلها ساعات. في النهايه الزول بقتلوه سبب طفشته وطفشته اخوه وشردتهم وناس بيجوا بس زي ما بقول كده بس اي 3 نفر او 4 نفر عاملين عصابه وعاملين فيها قيادات. فانت يا جنجويتي يا اسمك محمد موسى ولا محمد خليفه ولا زفت، والله نكره. والله لولا الانصراف ما كان في زول بيعرفك. لكن الانصراف هو اللي عمل لك قيمه ولفت انتباه الناس لك. انا ما عندي معك شغله والله. انا عارفك انت جنجويتي. والله انا اي زول يقول لي خال الغلابه قال بضحك فوق. يا زول انت ساذج للدرجه دي؟ قال غلابه شنو هذا؟ ده كلام الجنجويد بدوله عشان يقعد يهول لك المواضيع و مثلا يثبتوا لك انهم موجودين وانهم قادرين. ما تغرك وصفه لجرائم الميليشيا. والجنجويد انت لو نبذته مثلا قلت له قاتل ولا مرتزق ولا ارزقي ولا مثلا همباتي ولا قتلت ده انت زي الاسند عليه ولا شنو اشد به. دي طبيعته، ده حاجه في دمه. فهو بدسلك السم في العسل بدل لك الميليشيا وانتهاكاته وفي نفس الوقت بيجي بفشل لك الجيش يعني. وبعدين سمعتنا الزول ده يا كذاب يا زول ده كذاب اقسم بالله العظيم. كذب الابل اقضب منه انا ما لاقاني. ومصدق نفسه مكذب له مصدق نفسه. جماعه شاكين لك قدام دول كلهم قحاحب. فالناس ما تمشي وراه. طيب في التافه اللي اسمه ياسين، ياسين الخليفه. مش ياسين الخليفه، ياسين البشير. ده طبعا انا ما موضوعي معه الشخصي يا اخواننا. زمان انا حذرتكم من الزول، قلت لكم يا اخي ياسين ده الزول ده جنجويدي. الزول ده فجاه كده ظهر
وبقول في ارقام خياليه. زول ده قبل اليوم قال يا اخي والله العظيم قتلوا 1000 جنجويتي في بيت. معقول 1000 جنجويتي يقتلوه في بيت؟ غير كده الزول ده قال الطيران دمر 500. قال كده، قال الطيران قال دمر 500، قال عربيه في ساعه يا اخوانا معقول؟ وقال ما عرف تحت كبرود البشير الجيش قتل 1000. وقال ما عارف عبد الرحيم دقل ومات على مسؤوليته. وقال ما عارف حميدتي مات على مسؤوليته. كويس. وفجأة كده جا ردم لك الجيش، وردم الجيش كمؤسسة، وفجأة كده جا طلع لك انه النيل الابيض سقط تاني. قال ما عارف الابيض الاحتياطي قال بتاع الابيض سقط تاني، حلف بدينه وايمان قال مدرعات سقطت لحد جنجا كان شمته في الموضوع ده. وزول كذاب وزول وهمي. وبعدين يا وهمي انت ياسين، انا لما قلت عندي ملفات لناس ارتكبوا جرائم واستشرت الناس في اني انا انشرها هسه ولا الوقت ما مناسب، من باب المشورة بس زاير الناس اشوف رايه شنو. قالوا اكثر من 700 قالوا غير مناسب الوقت، خلاص اجلناه. انت شنو شابك؟ وهو قال لك منو دي عساكر الجيش؟ ده بوليس وده تخصصي وده شغلي. انت جاي شابكنا نحن والزول ده؟ انت ما بتفهم. انت بالاضافه لانك كذاب وجنجويتي. يا اخوانا زي ما قلنا لكم الزول ده زول ضعيف نفس. وقبل اليوم سرق الناس في النيل الابيض 2010، قال لهم داري يجيب لكم وداري يجيب لكم شال قروشه. نظام انه عنده علاقات وهو في جهاز الامن وكده، وخفضوا لهم اكلهم والله فات على الرزبه ونسخ العافيه. كويس. وغير كده الزول ده اعتدى قبل اليوم على قريبته يعني قاصرة، يعتدى على. انت قال لك انا غالبا انا جبت تفاصيلك وشايفك بتقول للعساكر يا زول ابراهيم ده ذكره يقدم بلاغ. يا حبيبنا انا قبل اليوم مقدم لي بلاغ او فاتح فيني بلاغ مدير عام قوات الشرطه. شنو يعني؟ فاضح قريب 1000 نفر. شنو يعني؟ انت قال لك انا خايف من بلاغ؟ انت شخصيا انا بعمل لك حاجه شخصيا وانا معلوماتك وسطتني. انت مش من ومعليقه ومن النيل. واقسم بالله العظيم معلوماتك، ورغم انه قريبك حذرني قال انت اساسا مريض نفسي مجنون، لكن بعد ده انا بقول لك برضه بعمل لك حاجه خاصه قبل لما معتدي على قريبتك وحرامي في نفس الوقت. سلكت قروش الناس عرستها وجنجويتي. يعني انت اكلت قروش الضعفاء والمساكين وجريت. اكيد الجنجة نزل يقول لك حاجه عشان تجي وتضرب مصداقيه باقي الصفحات. يعني انت لما تتكلم بقول لك هشوف ده الاعلام بتاعهم بقول كده. الزول ده صحى من النوم بس قال مدرعات سقطت حلف بدينه ايمان. قال مدرعات سقطت دخل شريحه في الناس كده غريبه خلاص. عمل لنفسه راو شويه كده. رجع قال اعتذر وكذاب. شابكنا لك انا وما عارف جدودي مدفونين وين وكلامك انت وجهت لي انا فانا مال جدودك يا زول. جدودك يحرق وانا مال مالي يا زول. علاقتي بهم شنو انا بتكلم في انك انت فيك انت شخصيا. انت جنجويتي وانت حرامي وانت قبل اليوم نهبت الضعفاء والمساكين. وهسه الجنجة ما بعيد اكيد اشترك. مش ما بعيد اكيد الجنجة اشترك. دي الحاجة انا متأكد منها. وجنجويتي ما تقعد تشبكنا انا بدافع عن الجيش شنو. قاتلت شنو؟ ما كلنا قاتلنا في الجيش. قاتلت منو انت؟ والله ملكي اقسم بالله كنت تقول راسك في السما. شنو يعني قطاع الطلاب لابس لك كاكي وهناية كاكي بتاع خدمه وطنيه وقاعد شابك الناس انا وانا اغضب زول. وزول نفاق الزول ده انا ما لاقاني كذاب ونفاق وشابك الناس ما عارف انا حافظ كتاب الله كذاب ساي. انت حرامي يا زول. انت حرامي. هو قال لك الشغله حفظ افعالك وين؟ انت حرامي وكذاب. اكذب زول في الميديا. اكذب انا رايته في حياتي ما لقاني اكذب واقوى من الزول ده. كذب وقضاء. يا اخي انا بقول عساكر بوليس انت تيجي تقول لي قال البرهان عارفهم وانه عارفهم. يا اخي الله لا يعرفك يا وخلاف كده يا وهمي. انت لما تيجي تتكلم عن زول عارف تاريخه، عارف الزول ده شكالته شنو. انت في لايفك بتقول كلام بتنقضه. بتقول الزول ده قبضوه ما عارف في جريمه اخلاقيه. تاني بتيجي تقول طلع ويلبس البشير بالكاكي والزول ما منضبط. ده شنو؟ بثبت لك على حاجه واحده. اثبت لك على حاجه واحده. انت تنتصر لنفسك. جيب حقيقه انتصر بها عن نفسك. انا هسه كلامي ونقد لك ده ما موضوع شخصي. كلامي ونقد لك ده عشان انت اساسا زول جنجويدي خطر على الجيش. واساسا زول تافه ما لقي قيمه. قال انا متابعني واثنى علي فلان. يا زول شوف لك شغلات ده. لك شغلات ده والله والله اقسم بالله العظيم انا ما كنت داير ادي قيمه واتكلم عنك لانك اساسا زول نكره.
يا اخي التعليقات الناس اللي بيردوا عليك ديل بيردوا عليك انت بترجم زول، التعليقات بس بتوريك حجمك. يا اخوانا لحد هنا نقيف، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.